هالوين، عيد الهلع، اختراع ملوش اي 30 لازمه في الحياه، بس اخترت ان انا اشارك فيه السنه دي. الهالوين في المنطقه اللي انا عايشه فيها بيتكون من انه كل طفل بيلبس وات ايفر هو عايز يلبسه، وبيطلع يخبط على الجيران ويقول لهم تريك اور تريت، وبعد كده الجيران يروحوا مدين له شويه حلويات. طبعا احنا في البيت عندنا ابني السكريات مش من الحاجات الدوريه اللي هو بياكلها بشكل مستمر، فبقيت بحاول افكر ازاي انا هخليه يعمل الاكسبيرينس دي بتاعت ان هو يطلع ويعمل تريك اور تريت ويعمل كل الحاجات ديت، بس في نفس الوقت انا مش عايزه ارجع ببؤجه حلويات ونفضل بقى كل يوم عمالين ناكل في حلويات ونبوظ السيستم بتاعنا. اتفقنا ان احنا هنروح وهنعمل الاكسبيرينس كلها وهنرجع ببؤجه الحلويات. بوجة الحلويات ديت احنا مش هناكل فيها في اليوم دوت غير بس 3 حلويات، هما كلهم بيبقوا حاجات صغيره ما بيبقوش يعني فول سايز. بقيه الحلويات هنقسمهم لجزئين، جزء هنتبرع بيه وجزء بسيط جدا هيفضل في البيت، وهنتفق ازاي انت هتاكله على مدار الاسبوع. وده خلاني عايزه اتكلم في موضوع الحدود، الباوندريز. يمكن في العالم العربي احنا ما عندناش هالوين، بس عندنا افراح وعندنا مناسبات وعندنا بيرث دايز وعندنا حاجات كتيره ممكن تخلي الطفل يتحط في نفس الموقف بس باسم مختلف. اتعامل مع الموضوع ده ازاي لو انا ام او اب ما بيحبش ان هو يدي لابنه حلويات كتير، بس الطفل قدامه حلويات كتير وهو مش عارف يعمل ايه؟ في اللحظه ذات نفسها الطفل عايز ياكل حلويات ديت لانه هو من جواه دافع بيقول له انا عايز ده، وفي نفس الوقت ما فيش حاجه موقفاه لان احنا ما اتفقناش معاه هو ازاي هيتعامل في الموقف ده. احسن حاجه ممكن نعملها في الموقف دوت ان احنا نتكلم قبل الموقف ما يحصل مش بعد الموقف ما حصل، وهتتفاجئ ازاي ابنك او بنتك عندهم القدره ان هم يتعاونوا معاك لان هم كانوا عارفين الحدود من قبل ما الموضوع يحصل. لو عايزين تعرفوا اكتر عن الحدود شوفوا الفيديو الجاي.